مساكم الله بالخير يا اخوان. اليوم الاجواء والله غير طبيعيه صراحه، ما يمديك تتحرك ولا تروح مكان، لكن التقيت بسفيان وصديقه امين. سفيان وعدنا وعد. وش وعدتني؟ وش وعدتني؟ نشوف الاغنام. ايوه نبغى نشوف يا اخوان الاغنام مع سفيان. مرحبا اخو خالد. وريته مقطع قلت ابغى اشوف الاغنام وسط الثلوج وهي ترعى، قال لي موجود كل يوم. صح موجود على في طريق كل مكان، طريق في محضيت وعلى طريق كل مكان. الاطلس ما شاء الله كله غنم وكله طبيعي. ضحك يوم قلت له ابغى الغنم يضحك. مرحبا. تمام مرحبا باذن الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله اذا ربي يسر غدا ان شاء الله ارشد معك ان شاء الله يا اخي خالد. واذا ما تيسرت ولا صار في اجواء ولا شيء على حسب الجو. على حسب الجو. اذا كان الجو حلو نمشي نروح، ما في مشكل. توكلنا على الله. توكلنا على الله. مره قلت له ابغى الغنم قال انا اوديك الغنم. مرحبا. الله يبارك فيكم، يعطيكم العافيه سفيان. غدا ان شاء الله خليكم قريبين نوريكم مناظر جميله باذن الله. بالدارجه المغربيه غدا وبالامازيغيه اسكا. الله. اسكا نروح قول لي غدا او بكره او غدا او اسكا موعدنا. السلام عليكم. ان شاء الله. مساكم الله بالخير. طالعين من افران الى فاس عشان ناخذ ال20 هديه اللي وعدناكم فيها، قلت اخذكم معايا. بس يا اخوان افران اليوم شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، افران عامره اليوم. شوف العالم، شوف الناس، شوف السيارات، شوف الزحمه. اعداد كبيره من الناس موجوده اليوم في افران الجميله وسط هذه الاجواء الرائعه. زحمه غير طبيعيه، عامره بشكل كبير جدا. خلونا نروح للسياره وناخذكم معنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا افران كيف اليوم، والله افران عامره بشكل غير طبيعي. اعداد كبيره اليوم من الناس هنا في افران. والله اليوم افران فيها كافيهات وفيها مطاعم، وفي افران فيها سنتر صغير ما هو كبير، يعني ما بتلاقي مولات، بس في مطاعم كافيهات محلات جميله. شوفوا ما شاء الله. الساعة الآن 8:30، مشوارنا 1.5 ساعة، يعني بنوصل فاس بالتايم لأن 10 يقفلون. فنقول يا رب نوصل بالسلامة ونلحق على المحل اللي بناخذ منه. إذا ما لحقنا بننام في فاس ونصحى الصبح نشتري هداياكم. توكلنا على الله. وكالعادة مشوارنا راح يكون مع رفيق دربنا سيارتنا من يلو. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. مع رفيق السفر يلو موجودين في المغرب. اي نعم، علامة تجارية سعودية موجودة في مختلف الأوطان العربية، وفي المغرب في مطار كازابلانكا تحديدا. أموركم؟ قلت لكم غير يوصل عندنا. أنت قلت لهم؟ خلنا أصورك أجل، خلنا أصورك. وقفنا هالبقالة على الطريق. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يسلمك. إن شاء الله خذ لنا موية. عين الأطلس. بسم الله. في شيء شهير هنا في المغرب، كاين دناو. الله يسلمك. اهو ها كيف الحال؟ صاحبي كيف حالك؟ شورك طيبين زين؟ كيف الصحة؟ لا بس عليكم، ايش اموركم؟ قلت لكم غير يوصل عندنا. انت قلت لهم؟ خلنا اصورك اجل، خلنا اصورك. ايش قلت لهم؟ هانية؟ ايش قلت لهم؟ قلت لهم غير يوصل عندنا والله. بس شاف الناس ديفران خصني نشوفنا حتى احنا. ولا شفنا الناس ديالي فلان وما تشوفوناش حنا، هذيك عاوتاني يبقى فينا الحال ولا بس هم ما يدرون ان هذه البقاله اصلا داخل الحومه، يعني الحومه. يعني داخله يعني عجيبه. بس هذا الرجل يقول انا كنت منتظرك. كل شيء بخير. هانيه الله يبارك فيكم، سعيد بكم. طيب هذه المنطقه شو اسمها؟ مزار كندر. والله وقفت اخذ مويه على الطريق واخذ عصير، وهذا الرجل يقول انا كنت عارف انك جاي. والله شفتك تصورتي مع شي وحدين في افران أي. تالي راكب على الموطو. ايوه وقلت لهم خصو يوصل عندنا حتى حنا بقى فينا حالي ما شفناش. الله يحفظك. الله يحفظك. بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسعدك. ابغى في دناو عندكم ولا ما في؟ وين احصله؟ اشهر شيء في المغرب كله مشروب عندكم دناو. شكرا. يلا مرة انتم تحبون منتشر عندكم بشكل كبير الليمون هذا جدا.
رقم واحد، يعني اكثر من الكولا يشربون. والله عندهم الليمونابا هذا يعني مشهور. طيب يتعاملوا مع الابزاز. هلا انت الطيب، انت الطيب، الله ينور عليك ويبارك فيك. شكرا كلامك الطيب، الله يحفظك ويقويك ويوفقك يا حبيبي، يا حبيبي خلي لك شو هذا؟ هذا املو. املو ايش هذا يعني؟ نعطيه لك انا باش هذا ما تخلصوش. الله يكرمك. والله. هديه يعني؟ هذه احلى هديه. وش معنى؟ وش كوكو يعني يحطه مع ايش؟ كوكو مع الخبز يعني؟ الله اوكي. اشوف في ناس كثير. عمرك كليتي هذا؟ لا ما عمري اكلته. كاكاو مع الخبز. نجرب. هذا منتوج ديالي انا. هذاك يلا خلينا نجرب. هذاك منتوج ديالي انا اعطي لك هديه. هذاك ما اعطيك. الله يكرمك والله. هذا انت تسويه؟ هو يتاكل هو مع الخبز ولا مع مع الخبز؟ ما في خبز هنا؟ كاين خبز، كاين مازال خبز تما. يلا بنسويه مع الخبز. ذوق بعد هذا. ابغى السعوديه كلها تجي هنا تشتري من ذا. اعطيني خبز. قول بسم الله. بسم الله. ده عين بعد عليك. ايه بسم الله. بسم الله. نقول بسم الله. يا سلام. حرك. قرب شويه قرب. يلا كل. يلا بسم الله. عاد والله اني جيعان. هلا الشيخ، مرحبا بك. كيفك؟ طيب تفضل معانا. والله صادق. هاي خذ هذا، خذ والله تاخذ. خذها. تعال هنا اعطيهم رايك. تعال. محمد عنده كاليتي مزيانه. احلى كاكاو. احلى كاكاو مصبوع على اليد. الله طبيعي يدوي. مشهور فيها. مشهور. هاك خويا. قول بسم الله. بسم الله. نجرب. عملوا خالد مزيانه. حبيبي الله يبارك فيكم. نجربوا. مرحبا بك اهل امزه ما شاء الله تبارك الله. مرحبا بك السي خالد. يا مرحبا بكم. مرحبا بك. وين رايحين بالشنط؟ كنا لاعبين كوره. اوه نجوم يعني. ان شاء الله تجون 15 ها؟ ان شاء الله تجون الدوري السعودي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم. مرحبا بك. توفيق ابطال. استمروا نجوم المغرب ان شاء الله. توفيق. المدينه الجميله. حاب اقول صراحه ان هذه مدينه فيها حياه. قبل لا اخرج من هذه المحافظه او القريه او ايش يسمونها، جميله هذه والله فيها حياه ما شفتها حتى في يعني مدن كبيره. فيها كذا تحس فيها روح، لها طابع خاص. على الطريق بين فران وفاس، بس جميله جدا استمتعت فيها. هي المزار كندر. شوف هذه صغيره ما هي كبيره، يعني ما هي يعني ما تقول انها مدينه ضخمه، لا على الطريق يعني وقفت عليها. روح فيها حياه، حتى الناس اللي فيها روحهم طيبه جدا. توكلنا على الله نكمل طريقنا. احلب الابقار وانظف المكان وتحليب الزيتون وتعمل كل اعمال الشاقه التي نعملها في اليوم. تتواصل مع والدك، قول له في سعودي حاب يخوض التجربه مع الامازيغ. مرحبا. تمام. مرحبا. اذا وافق الوالد يوافق بكل سرور. والله والله يوافق. اخوان وقفنا نعبي بنزين في هالمحطه وشفت الشباب، شفتهم مشبهين صح؟ كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش الاخبار؟ طيبين؟ شو اموركم؟ ايش طلعت لي فيديو؟ انت اللي طلعت لنا الفيديو ها؟ من صفر. بارك فيكم ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك. الشباب من وين؟ من صفر. صفر اسمه. صفر. إفران وين إفران فوق. هذه منطقة تسمى سيدي خيار. أنتم من سيدي خيار ولا من إفران؟ سيدي خيار. من سيدي خيار. هذا المكان يسمى سيدي خيار. هذا يعتبر ريف ولا يعتبر مدينة؟ أطلس. لا أطلس. جبال يعني. جبال يعني ما فيه مدينة يعني ما فيه مول وأسواق. قروي. وإيش تشتغلون في إيش؟ فلاحة. أنت تشتغل فلاح؟ ما شاء الله تزرع؟ والله كم عمرك؟ 17 سنة. تعرف تزرع؟ وش تزرع؟ وش الأشجار، خوخ، تفاح، ما شاء الله ما شاء الله. عندكم مزرعة؟ وأنت هنا قريبة؟ كلنا المنزل كلنا نشتغل فلاحة ونزرع كم هذه مهنتكم؟ أنتم أمازيغ؟ والله ونعم أمازيغ. طيب سؤال، هذه المزرعة اللي تزرعون فيها من متى تبدأون تعملون؟ لدينا أشجار تاع الخوخ والشهدية والتفاح، زيتون، لوز، كل شيء. طول العام إنتاج. أبرز إنتاج عندكم في المزرعة إيش؟ زيتون.
زيتون. كل وقت والمحاصيل ديالو. طيب وحياتكم اليوميه كيف يعني؟ ايش تسوون في اليوم؟ اليوم العمل في النهار. حلو. في النهار من متى؟ من الساعه كم؟ الصباح. تصحى الساعه كم؟ تعرف انت المواشي هكا. عندكم مواشي؟ ما شاء الله. تصحون الساعه كم؟ 7. من الساعه 7 صباحا. طيب 6 مساء. الى كله عمل. كل عمل. ما شاء الله عليكم. ايش من 6 ل10 غير راحه وقهوه وصار. طيب علمنا الحين. الساعه 7 صباحا تصحى، ايش تسوي اول شيء؟ يلا تفطر. فطور. عمل يومي. حلو. بعد الفطور نشتغل فلاحه، ومنين تكمل الفلاحه تنظف مكان المواشي وتحليب الابقار والله. وتذهب ديك الساعه كتذهب تتغدى، وعاوتاني العمل، عاوتاني في العشاء توكل المواشي، عاوتاني المساء، واليوم غادي هكا. اوه هذه تجربه حلمي. انا عندي حلم اسوي التجربه. صعبه التجربه هذه؟ الحياه صعبه. عادي جدا. جميل. تجربه جميل. موسمه. بدأت فيها من الطفوله. متحمس اشوف التجربه هذه على ارض الواقع. انتم طبعا 7 صباحا قبل شروق الشمس. الشمس تشرق 8:30. هم من 7 يعني، عشان اللي يفكر مثلا اللي في السعوديه يفكرون بعد الشروق. لا 7 قبل شروق الشمس الى اخر الليل. الان انتهى يومكم. وين كنتم رايحين؟ كنا في المقهى. في المقهى. اخر اليوم تكافئوا انفسكم بالمقهى. طيب انا عندي طلب، توافقون عليه ولا لا؟ طلبي اني انا اعيش معكم التجربه غدا. مرحبا. ابغى احلب الابقار. مرحبا. غدا ان شاء الله. مرحبا. خلاص خلاص اجيكم غدا. اجي غدا. احلب الابقار تحليب وانظف المكان وتحليب الزيتون، وتعمل كل اعمال الشقه التي نعملها في اليوم. والله تجرب الاشكال اللي كنفعلوا من الصباح حتى 6 مساء. بحالي بحالك. بحال مره. بحال بحال. خلاص. بس مين المسؤول عن المزرعه؟ من هو مالكها؟ والده. طيب اخذ رقمك. انا باخذ رقمك النمره. تتواصل مع والدك، قول له في سعودي حاب يخوض التجربه مع الامازيغ. مرحبا. تمام. مرحبا. اذا وافق الوالد يوافق بكل سرور. والله اليه يوافق. يلا توكلنا على الله. اذا وافق الوالد 7 صباحا انا عندكم. مرحبا. الله يعيني. من 7 صباحا الى 6 المساء. الى 6. يلا غدا التجربه ان شاء الله مع الامازيغ باذن الله. تشوفوني احلب الابقار وانظف المكان واسوي كل شيء. ان شاء الله. توكلنا على الله. استشير الوالد اول شيء. كلموه وبعدين. مرحبا. وعندي طلب اخر. لا توجد اي تكلفه في الاستضافه، يعني ما في عليكم اي تكلفه نهائيا. لازم ضيافه. لا الفطور. لا الفطور زيكم نفس فطور قواعدكم، نفس فطوركم. انا اريد اعيش التجربه لحياتكم الطبيعيه بدون اي اضافات. بدون. اكيد. وعد. غدا سترى كل شيء. توكلنا على الله. الان اخذ رقمك. يلا بسم الله. اسمك كريم؟ زكريا. حمزه. عماد. 17 سنه. 20 سنه. 20 سنه. حمزه طلبته رقم جواله. طلع جواله عشان ينقل الرقم. ليش ما انت حافظ رقم جوالك؟ اغيره. واضح انه يعني الجوال ما هو اهتمام كبير. ما هو اهتمام كبير. حتى رقم الجوال والله مو حافظه. لكن ان شاء الله موعدنا غدا ان شاء الله. ترى كل الناس بتتحمس يبغون يشوفوني وانا احلب الابقار واسوي كل شيء معكم. فلاحه مره. اعمال شاقه. توكلنا على الله. سلامي لوالدكم الكريم اللي رباكم التربيه الطيبه على الزراعه وعلى الفلاحه وعلى الاشياء الطيبه وكرام الضيف والتعامل الطيب. مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نراكم غدا. شكرا. عندي الرقم الان برسل لك رساله على واتساب فيه. توكلنا على الله. نراكم على خير. شكرا. اجمل ما في رحلاتي انها بدون تخطيط، كله بالصدفه نقابل بنينا، بالصدفه نقابل صاحب السوبر ماركت، بالصدفه نقابل الامازيغ في هذه المحطه الجميله ونتفق معهم على تغطيه تاريخيه غدا بتكون باذن الله. الان الساعه 10 مساء. الان اغلق المحل اللي كنت ابغى اشتري منه الهدايا لكم، فما هو الحل؟ علموني. والشباب لازم الساعه 7 صباحا قبل
قبل شروق الشمس، قبل لا تفتح المحلات أكون عندهم. في ملاحظة مهمة لو ترجعوا للفيديو وتسمعوا، أول ما طلبتهم قلت لهم أتمنى أني أعيش يوم كامل، يوم في المزرعة من 7 صباحا إلى 6 مساء. أنا أعمال شاقة معكم، حلم بالنسبة لي. على طول قالوا مرحبا بدون تردد. بعدين يوم قلت استشير الوالد قالوا الوالد راح يوافق ويرحب، فبكل سرور قال. فشوفوا كيف التربية الصالحة الطيبة، شوفوا كيف الكرم، شوفوا كيف الطيب، شوفوا كيف استقبال الضيف، شوفوا كيف التعامل اللي وجدته من أبناء المغرب. بضيف عليها طبعا أني أنا راسلته أو هو راسلني على الواتساب مباشرة. شوف إيش قال لي أنا حمزة، السلام عليكم. قلت لوالدي لدينا ضيف غدا، وتكلمت معه وقال لي مرحبا به، فغدا إن شاء الله مرحبا بك. رجعت قلت له إني أحتاج صراحة يعني أشتري كمان بعض الأشياء، يعني حذاء ولباس وكذا خاص بالمزرعة عشان أقدر أعيش الجو معهم كامل. وبرضه هداياكم 20 هدية، بما أني وصلت فاس فالأفضل أني أشتري الهدايا مرة واحدة لأني وعدتكم فيها. فأجلت معه وقال لي ما في مشكلة. شوفوا إيش رد علي، قال لي أنت تعال في الوقت الذي تراه تريد، هذا منزلك. فبصراحة تعامل راقي جدا. نروح لهم بعد بكرة، فيصير بكذا احنا نشتري الأغراض ونخلص من فاس، وممكن ناخذ جولة حلوة في فاس، وبعدها نطلع إلى المزرعة. أما بالنسبة لزيارة نروح الأمازيغ في جبال الأطلس بين الثلوج، هذه بنكلم سفيان وبنقول له خليها بعد ما نخلص من المزرعة، لأن برضه الجبال ذيك أتوقع الثلوج راح تنزل عليها حسب الأرصاد بعد 3 أيام أو 4 أيام. فجميل جدا أنها تتزامن مع نزول الثلوج، بتكون يعني اللقطات أجمل. طيب مباريات كأس أفريقيا يا خالد ما راح تحضرها؟ إلا راح يكون لنا تغطية للمباريات، وفي نفس الوقت فيه تغطية خارج الملعب، يعني الاثنين مع بعض، بتستمتعون إن شاء الله. أنا متحمس صراحة. بكرة نروح نشتري الأشياء اللي تخص لباس المزرعة والحذاء الخاص بالمزرعة عشان نشتغل معهم أعمال شاقة، لأني أنا صراحة رايح بجدية عالية، يعني ماني رايح أصور، لا بعيش يوم كامل معهم. أنا متحمس وأسأل الله التوفيق. نراكم إن شاء الله بإذن الله غدا في فاس.